ومشاهدينا، شاهدنا معا عمو حكيم، ما رأيكم أن تشاهدوه معنا في الاستوديو؟ أهلا بك مرة أخرى. ولا عمو حكيم ده شخصية ثانية؟ لا ست، ما قلنا عمو حكيم. أيوة، لا عمو حكيم. اختلف الكلام هنا. لا دحين تغير الكلام اتغير. أيوة، أنا هذا اللي أقوله. عمو حكيم، متى ظهرت هذه الشخصية؟ الله، متى ولدت يا عمو حكيم؟ والله عمو حكيم ولدت الشخصية، لكن عمو حكيم قديم. ولدت الشخصية تقريبا هذه لها حوالي 3 سنوات. 3 سنين. نعم. ولدت في التلفزيون السعودي؟ والله في التلفزيون ولا على خشبات المسرح؟ نعم، على خشبة المسرح. والله نحن يعني قمنا بأدوار عمو حكيم في أشياء كثير، يعني في موالات وفي أماكن وفي مشاركات كثير كانت لنا. بس هي ايش فكرة الشخصية؟ تفضل. ايوه، الشخصية ست هذه، اول شيء انت شفتيني قبل شوية انا احب العمة الشغل البلدي. لبسي ده على طول. طيب. ايوه، بعدين هذه الشخصية انا خطر في بالي بدل الدومي هذه اللي نشوفها في السوق. الاشكال والبسه الفار والمدري الشكل والكلام هذا. قلت ليه يا ولد ما تظبط ايش واحد كده نسميه عمو حكيم. وبدأت في الشغلة، مع انها تعبتني فترة طويلة حتى قدرت احصل واضبط الشغلة هذه. واضبط الدنيا هذه بالحلاوة هذه اللي انت شافتها. ايوه، لا ما شاء الله قمر. المهم بدأت سويت الشخصية، والعام بدأت انزلها السوق. ايوه، طبعا هي مو بس شخصية، يعني مو بس ان عمو حكيم دمية كده وبس. لا، هو ما ياكل طبعا، يشرب، يتكلم مع ناس، يغني، يوجه احنا كنا نبغى نخطب لك، ما هم دحين شايفين هانسم كده وسيم. انا ما خطبت لين دحين. المعاكسات كثير. في والله فتوا كده. فتوا يا سلام. امي شافت لي هي. مع ان انا بتزوج انه سني كبير شويه. لكن امي قالت لي معلش اصبر يا ولد عشان رضايا. قلت لها اصبر يا امي، انا اصبر عشان رضاك لين اخر الدنيا. وفتوا ان شاء الله برضه شخصيه انا مسويها هتطلع اسمها فتو. هتطلع كمان شخصية اسمها فتو. شخصية ايوه، تلبس المحرمة والمدورة والفستان حقها الاول بالازارير يعني هذه جاهزة. بس ما امكن اليوم اجيبها. الحين عمو حكيم يمثل الشخصية المكاوية او الحجازية القديمة. نعم. متمسك انت في هذه الشخصية. اوه يا سلام، كلمة متمسك هذه انت عارفة كل واحد له ماضي، واللي ما له ماضي ما له حاضر. صحيح. فأنا لقيت من خلال الشخصية هذه المجتمع هنا، يعني في المنطقة اللي احنا فيها يحب الشخصية هذه، حتى لما كنا نروح مناطق خارج منطقة مكة ما يعرف الشخصية، فيقول لك يا عمدة يا عمدة. طيب، عشان لابس العمة وكده يقول لك عمدة، لأنه مشهور ان العمة دائما يلبسوا العمة. ايوه. لكن هو حتى أهل البلد أول كانوا يلبسوا العمة. فالشخصية هذه حتكون بإذن الله، يعني نحن بنحاور الناس في أمور كثير، في أمور اللي هي سواء أشياء مسابقات والحوار والحماس والكلام هذا والأخذ والعطاء. وبنشارك الكبار برضو التوجيهات والدق على الوتر شوية، يعني على أساس التعامل مع الأولاد، التعامل مع الزوجة، والتعامل بتناقشوا قضايا اجتماعية. يعني اجتماعية. عمو حكيم هذا يجلس يتكلم عن سلبيات بيشوفها في المجتمع، بيحاول يقوم بعض السلبيات. حتى من خلال كمان هذه الشخصية نحن موجه كمان حب الوطن. طبعا هذا شيء أساسي، بتربوا فيهم قيم. ايوه، ليش عالية. أنا أقول لهم حب الوطن لأنه الشباب اللي نشأ دحين ما أدري أول كيف كنا ندور قطرة المويه ما نلاقيها. كيف كانت الحياة صعبة، فدحين كل شيء فيه، بس اللي يبغى له شيء واحد اللي هو يقوم يحرك نفسه كده شوية. صحيح. وبحول الله أسعى يا عبدي وأنا أسعى معك. صحيح. دحين عمو حكيم برضه يقول مجسات ولا لا؟ كيف ما يقول مجس؟ ايوه، طيب نبغى حلو كده. ايوه نبغى حلو كده، مجس ما عليك انت بس اطلب انا. يلا يا سلام، بسم الله. من طيبة أشرقت بالليل أنوار، ولاح منها لأهل الركب أسرار، تمايل الركب حين هب ريح قبا، كأن ريح قبا لأهل الركب خماه اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا
طبعا هو في كلمات يعني احنا نقدر نواصل للجمهور من خلال هذه، من خلال برضو الاستاذ محمد الطيب. ايوه. ايش المدرس حقك محمد الطيب؟ محمد الطيب هو ظبطني كده، هو اللي عملك كده. ايوه هو ظبطني كده وخلاني هو اللي علم مكان المجسات. ايوه عم حكيم. ايوه اللي علمه محمد الطيب. ما تفكر انك تشارك في برامج تلفزيونيه يا عم حكيم؟ والله ان شاء الله فيه تواصل الان، على اساس انه بس يبغوا ايش الافكار اللي حنقدمها ايش هذا. فانا طارح عده افكار انه حنتعامل مع الاطفال سواء في العاب سواء في كذا. خاصه في عندي نقطه مهمه. تفضل. انه برضه بنكتب في المونولوجات. المونولوج تلاقي بيت ابيات شعر في حدود 8 ابيات حاجه زي كده، او عفوا 4 ابيات، بس تكون هادفه وفكاهيه وبالعامه كده. زي مثلا اللهم صل على سيدنا محمد. كتبت في الدفاع المدني عشان البذور يحفظوا الارقام ويحفظوا هذا، فكتبتها ولحنتها، وان شاء الله قريب بس ما حصل اليوم اني اعرض عليكم، بس نبغى نسمع شويه منها. ايوه وقول 9 9 8 الحقني بسرعه، عندي حاله خطيره ابغى منك فزع، شكرا يا دفاع المدني انقذت لي الدار، انا من بيتي شريت وانت تطفي النار. 9 9 8 الكون حولك نايم وانت ليلك سهران تبغى الكل سالم. 9 9 8 الكون حولك نايم وانت ليلك سهران تبغى الكل سالم. لك مني الف تحيه رجل الدفاع المدني، رب احفظ باب عبد الله واحفظ كمان وطني يا سلام. وزي كده. جميله والله. انا حطيت اللحن هذا على اساس قلت ابى صوت ونان حاجه كده، اللي هو الاستاذ محمد انا بس الخبط بين الاثنين على اساس انه ايش اللي هو صوت البنان زي كده. وحطيناه ودخلته من ضمن اللحن. والحمد لله طلعت حاجه مضبوطه. لا زبطتوها خلاص، نزلتوها على CD في ألبوم في حاجه؟ والله كلها ان شاء الله الاعمال هذه كانت قريب. وكنا في تجهيز قريب. وفي برضه حقة بيت جدي. يا ريت نسمع حقة بيت جدي. هذه برضه كلمات الاستاذ الكبير شاعر الحجاز انا اسميه الاستاذ عبد الله دبلول. طبعا والحاني انا اقصد برضه الحان الاستاذ محمد الطيب. يقول خبرني يا بيت جدي الله يرحم اللي بناك، كيف حالتك بعدي ولا الزمان نساك. فاكر يا بيت جدي كيف كنت انا وياك لما كنت انا لوحدي اسهر ليالي معاك يا بيت جدي. وخبرني يا بيت جدي من بيرش لك الحوش، وقل لي من بعد خيرك من يسوي الشاهي بالدوش، ومن بيقزقز الترمس ومين بيقرمط المنفوش، ومن يوقف على بابك يستنى التلاتة قروش. خبرني يا بيت جدي كيف حالي جدرانك يا بيت جد، وكيف مقعدك يا بيت جدي، ويش اخبار ديوانك. والله وحشتني بالحيل وحشني صريري بيبانك، وحشتني الرسلة والزنبيل واسيابك وروشانك. والأغنية جميلة والله، بس الأغنية هي طويلة كده شوية بس أنا حاولت أختصر فيها. والحمد لله يعني أنا كان لي اتصال بعمدة البلد. واتكلمت معاه وسمعت اللحن هذا، فجدا يقول لي يا عم ايش الحلاوه دي من جد. يعني انا شخصيه عمو حكيم الحقيقه يعني تعتبر يمكن ضروريه في وقتنا هذا عشان تأصل عند الاجيال الصغيره على الاقل هذه الشخصيه الحجازيه القديمه اللي كان عندها القيم وكان عندها الاخلاق
وكان في الترابط العائلي حتى في نعم، المجتمع. هو هذا الجانب نحن كله حنتكلم عليه من خلال برنامج حنعمل سوا. الاستاذ محمد بيظبطه مع ستاف برضه بيظبطوا وكذا ويظبطوا الاشياء هذه. لازم نعلم الجيل، يعني لازم ايش الثقافه؟ انت تثقف الجيل. طيب اقول لك، تقول لي يا ولدي نحن اول ما احنا بحسن المويه يقوم يضحك. يقول لي ايش مويه؟ ما في مويه؟ جيب مويه. اقول له يا ولدي اول ما في الا بالحمار، وحط شو اسمه البرميل على ظهر، ولا حط هذا في الكريته واسحبه، ويلا توصل مويه الا مع السقه ولا مع وتقول لي مويه ما في. هم ما شعروا بمعاناه اهل زمان. مو لازم نحن نحكيهم عشان يشعروا هم من فين يعرفوا. نعم بالضبط. طبعا نحن قلت لك زي ما قلت لك من خلال الاغاني هذه او الاناشيد نعبر لهم عن الماضي وكذا وكذا كذا. وبرضه احيانا برضه طلبه المدارس دول اللي طول النهار شايل حلاوه سندويش فين رايح المدرسه، فين جاي من المدرسه، برضه انكتب له كلام برضه حلو. طيب خلينا نسمعه كده نختم في لقائنا. طيب ماشي. مثلا نقول يا ود لا تكون زي الفيل شايل على ظهرك زنبيل، يا ود لا تكون زي الفيل شايل على ظهرك زنبيل، مليان حلاوه وجبنه وعيش، طيب تروح المدرسه ليش؟ مليان حلاوه وجبنه وعيش، طيب تروح المدرسه ليش؟ علشان تاكل هم وعشان تشرب، وراسك رايح قد المشرب، راسك رايح قد المشرب، سيب اصحابك وروح اتعلم، بكره الكل حنك يتكلم، وزي كده بالفرحه يهنوك والى اخره. يعني اخذ شكل المونولوج، نفس شكل المونولوج. نرسم له الصوره ونقرب بحيث انها تنحفظ. وبدل ما يروحوا يدوروا الدومي هذه اللي بس كده حاطين لها تمشي في السوق، بتصور جنبه وقال الحمد لله. انت دحين بتعمل عروض مسرحيه؟ والله عروض مسرحيه عملنا في بعض المولات. بس ما حاولتوا مثلا تشتركوا في مهرجان الجنادريه في البيت المكي اللي كانوا مسوينه؟ ما عملتوا عروض حاجه زي والله نحن لسه طرحنا عن طريق جمعيه الثقافه الفنون. طيب فما لحقنا السنه، قال ان شاء الله تلحقوا على سنه. اتاخر الوقت، انا لحقت وقت متاخر. فكلمت مدير جمعيه الثقافه السنيه الاستاذ عبد الله، وقلت له، قال لي طيب شيء جدا، لانهم كلهم تقريبا هنا في جده تقريبا معظم الهيئات عرفت، وزاره السياحه، وزاره الثقافه الاعلام، وزاره السياحه، الاعلام، شو اسمه، الغرفه التجاريه، وزاره التجاره، البلديه. نعم. طبعا هم كلهم عارفين هذا لاني بشارك معهم في اشياء كثير. فعندهم خلفيه عن الشخصيه. نعم. طب في كمان مهرجان جده للتسوق اللي يعني قبل فتره اتعمل، برضه ما شاركتوا فيه. في رمضان احيانا تتسوى حاجات في المولات. والله يا ستي يد على كتفكم التلفزيون السعودي، ويا ستي وببلاش، ما نبى الاخضر اليابس، نبى دعوه طيبه كده تقول يا رب وفق عمو حكيم ان شاء الله يا رب، وارزقوا زوجوا فتوا، لانه امها معصلكه شويه تقول البنت لسه صغيره. لا ان شاء الله يا رب يوفقك كده وتعمل بيتك كمان. فين تبغى البيت؟ في المسفله؟ لا ابغى في حاره المظلوم هنا. تبغى في جده؟ تسكن انت؟ تبغى تخرج من مكه؟ ايوه هي فتوا هناك ساكنه في الوصله ذيك جنب بيت امها، عشان ما تقول ودينا وجبنا في الضلايع جاي. طيب الله يخلي لك فتوا، وربنا يوعدكم كده ان شاء الله وتتجوزوا وتجيبوا عم حكيم الصغير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، ويوفقك ربنا. وشكرا اللهم اجمعين ان شاء الله تواجدك معنا. الله يخليك ان شاء الله. شكرا على راسي. يا هلا وسهلا مشاهدينا. نشكر ضيفنا الاستاذ محمد الطيب على هذا اللقاء الرائع. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكر ضيوفنا المشاركين، أشكر فريق العمل من الإخراج الأستاذ مليون بن سعيد، من الإعداد الأستاذة رولا بلحمر. جزيل الشكر لبقية الزملاء. أشكر لكم طيب متابعتكم. لكم مني أجمل تحية، أنا مها السراج، دمتم بخير، إلى اللقاء.